يا ترى كابتن رضا عبد العال بيتكلم على مين في الفيديو ده؟ يلا بينا. فبسمع في الراديو لقيت في اتنين من اللي كانوا مبوظين الكرة في مصر، انا بتكلم بمنتهى الامانه. واللي كان فيها اصلا واحد كان في لجنه تخطيط وكان بيجيب لعيبه ما يعني بتيجي تكلف النادي، من ضمنهم موديست ومن ضمنهم برونو صافيو، والناس دي قاعد يقول لك بزيره مش شكل نادي الزمالك ولا لعيبه نادي الزمالك تحديدا. يعني انا طالع اتكلم عليه عشان انت مالك يا عم، خليك انت في اللعيبه البلاوي اللي انت كنت بتجيبها بملايين الدولارات دي، وتيجي تاخد منك فلوس ويمشي واحد جه شرب كوبايه شاي، اغلى كوبايه شاي ب 3 مليون دولار، والتاني برونو صافي ده جه لعب ماتشين وانت كنت اصلا رئيس لجنه التخطيط. فانت لما تيجي تتكلم عن لا تقدر تتكلم كده على صفقه من اللي هناك؟ ما تقدرش، لان مش هيدخلوك النادي تاني، واخد بالك. والتاني اللي قاعد جنبه برضه مدرب ما كانش بيعدي نص الملعب، وطالع يقول لك لا ما اصل المستوى بتاعه في كيرف نازل. يا جدع ده كل مصر، انديه مصر بتلعب على بزيره بس، بدليل ان النهارده الزمالك الشوط الاولاني اقسم بالله فرقه يعني تحس ان مركز شباب بيلعب، لا ليها لون ولا شكل ولا طعم ولا ريحه. الشويه اللي لعبهم ونزلهم عمل جو، رحت للجون عمل لك اسيست جاب بيه الدوري. يعني لو خدت لو ان شاء الله الزمالك ياخد الدوري ان شاء الله، وانا بقول ان شاء الله لان ربنا مع الغلبان وانا مع الغلبان ومع الحق. اللي هم جايين اصلا جايبين لعيبه بملايين وما يقدروش يتكلموا عليها، جايين على اللعيب ده وعمالين يفطسوه من يوم ماتش الاهلي. هو فين؟ هو بيختفي ليه في ماتشات الاهلي؟ هو بيروح فين؟ ده بيتحط في الجيب. طب خد الدوري، ضحك عليك وخد الدوري. بس عايز، لان الكلام نرفزني وانا جاي في الراديو. يا عم انت مالك؟ ما تتكلم انت على فرقتك، على ناديك اللي كنت ماسكه. والتاني ده اتكلم بما يرضي ربنا، قول له ان هو فرقه الزمالك. فرقه الزمالك، ولولا هو اقسم بالله الزمالك ما يخش من ضمن السته. لولا بزيره السنه دي في نادي الزمالك وربنا ما يخش، طبعا بعد ربنا وجمهور الزمالك، هو ما يخشش نادي الزمالك السته الكبار، وما كانش وصل لنهائي الكونفدراليه.